يا مساء السعادة، مساء الهنا، عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل اللي ما بيختلفش عليها حد خالص. احلى اكلة واسرع اكلة، وهنعملها بطريقة اقتصادية بكوباية لبن بس، وهتطلع معانا جوسي وجميلة جدا جدا بأقل التكاليف. هنحاول نعملها وهقول لكم على تكة ازاي البشاميل ما يكلكعش مننا واحنا بنعمله. ولو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا سماح أحمد، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. جاهزين للوصفة؟ يلا بينا. أول حاجة طبعا هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة أنا جبت نص كيلو مكرونة وسلقتها بالشكل ده. أهم حاجة ما نهرش المكرونة، نخليها كده مفلفلة وجميلة. بعد كده بقى نروح نعمل البشاميل بتاعنا. جبت حلة حطيت فيها معلقتين زيت وأربع معالق سمنة. لكل معلقة دقيق معلقة مادة دهنية، سمنة أو زيت. ممكن تعملوها بزيت بس، ممكن بسمنة بس، ممكن بميكس زي ما احنا بنعمل كده بالظبط. هنزل عليهم بست معالق دقيق. طبعا لو هتعملوا صينية صغيرة هتحطوا الدقيق والسمنة على قدها، يعني لو الصينية أصغر صينية هتعملوا أربع معالق دقيق وأربع معالق سمنة على زيت أو سمنة بس أو زيت بس. ونقلب كده. ونسيب الدقيق مع السمنة يبقبق مع بعض، طبعا مع التقليب المستمر. لحد ما يطلع ريحة تحمير الدقيق جميلة ويكون أبيض بالشكل ده. بعد كده بقى أكون مجهزة الشوربة بتاعتي واسيب الدقيق بقى. بصوا بقى التكة أقول لكم، أنا سبت الدقيق يبرد تماما، يعني سبته كده 5 دقايق أو 10 دقايق يبرد، وبعد كده نزلت بالشوربة سخنة عليه. عمره ما هيكلكع بالشكل، يعني لو عملتوها بالطريقة دي عمره ما هيكلكع معاكم أبدا البشاميل. ونفضل نقلب بالشكل ده. ولو حبينا نخفف البشاميل نزود حبة شوربة تاني. أنا لغاية دلوقتي ما حطيتش لبن خالص. ممكن مكان الشوربة مية سليق المكرونة تزودوا بيها البشاميل بتاعكم وتخففوه بيها. وانا عملت المره اللي فاتت بشاميل من غير لبن ومن غير شوربه ولا اي حاجه، بميه سليق المكرونه بس، والله وكان جميل جدا. بعد كده بقى يا حبايبي انزل بقى بنص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه ملح، ونقلبهم مع بعض. وبصوا بقى على التكه اللي جايه دي، احنا كنا قايلين هنعمل بكوبايه لبن. هناخد نص كوبايه اللبن هنا وننزلها ونقلب بس تقلبتين، وهو كده سمكه حلو قوي البشاميل. بصوا، يلا بينا بقى نحضر الصينية بتاعتنا. جبت الصينية بتاعتي وهنزل فيها بكبشتين 3 كده بشاميل. بصوا كده يعتبر بندهن الصينية بيها. هننزل كبشة كمان. بعد كده بقى انزل بنص المكرونة او 3/4 على البشاميل بالشكل ده. والله طريقة سهلة جدا وموفرة جدا. مش هنحط بقى كيلو ونص لبن ولا 2 كيلو لبن، هي كوباية لبن وشوية شوربة من عندنا. نزلت بكبشة بشاميل كمان وقلبت بيها المكرونة. وكان عندي بقى لحمة معصجة هضيفها دلوقتي على المكرونة. هي كانت معصجة جاهزة في الفريزر وانا جددتها، قطعت عليها فلفل كده وخليتها جميلة جدا. طبعا الخضروات بتدي لون حلو وطعم حلو وفوايد جميلة. نفرد اللحمة كده بالشكل ده.
وبعد كده بقى هنزل ببقية المكرونة في الوش. احلى حاجة في البشاميل اللي ما تكونش المكرونة كتير، يعني تكون سمكها كده متناسب كده مناسب متوسط. ننزل بالمكرونة بقى. لو في اي مكرونة لازقة ببعضها نفككها من بعضها. وبس كده. وبعد ما فردنا المكرونة اقصد، هنجيب بقى البشاميل بتاعنا الصوص بتاعنا الجميل ده، وبرضو نغطي وش المكرونة زي ما حضراتكم كده شايفين. هعرفكم بقى التكة التانية اللي بتخلي البشاميل جوسي وطري وجميل جدا جدا، مش عجينة بقى ولا ملزلزة كده. نهزها كده. بعد كده بقى نص كوباية اللبن التانية نرشرشها كده فوق الوش. دي بتخلي الوش بيبقى احمر، وفي نفس الوقت البشاميل بيبقى خفيف كده وجوسي كده خالص، وبتبقى طعم البشاميل الكريمة وكأنكم حاطين فيها كريمة ولبن كتير. شفتوا بقى؟ بعد كده بقى رشيت فوق الوش حبة جبنة مبشورة. وبعد بقى كده نكون مسخنين الفرن وندخلها بقى في الفرن على درجة حرارة 200. بصوا الجمال بقى ما اقولكوش. اول ما تلاقوها احمرت من الجوانب ومن تحت شغلوا الشواية على طول. هو كل حاجة فيها مستوية، طرية وجوسي وجميلة جدا جدا جدا، ومقتصدة على قد ما نقدر. يعني احنا عاملينها برضو بطريقة اقتصادية، مش حاطين فيها لبن كتير ولا حتى جبنة كتير، حاجات بسيطة خالص. وفي نفس الوقت طعمها لذيذ وجوسي وكأن حاطين فيها كريمة وكأن حاطين فيها لبن كتير. بصوا الجمال بقى ما اقولكوش. اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب ولايك كده وتعليق جميل زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.